ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ هكلمكم النهارده عن جمله سمعتها من زوج جايب لي مراته ويقول لي دكتوره عالجيني من هرموناتها بتهب علينا، ونعمل بقى مشاكل ورايحين جايين على دار الافتاء، والدنيا بقت صعبه قوي. طيب لما جينا اتكلمنا معاها لقينا الموضوع عادي، يعني الهرمونات الطبيعيه بتاعت اي ست عاديه جدا لما بيبقى عندها الدوره الشهريه أو في الأيام بتاعة الدورة الشهرية. طيب هو ليه مش عايز يستوعب ده؟ هو رافض إنها شخصيتها بتبقى انفعالية جدا، بتبقى عصبية، بيبقى ردودها مستفزة، بتستخدم لغة جسدية صعبة شوية، ولكن هي بتحاول تتجنب عشان الدنيا تمشي عادي، بس هو بيمشي وراها بقى. يعني لما يلاقيها متغيرة يقول لها لا انت قلتي، لا انت عملتي، لا انت ليه بتعملي كده، لا انت ليه ما ردتيش عليا، ليه 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 ليه. موقف يعني فجر المسألة إن هو داخل البيت، فبتقول له بتقول له يعني الفاكهة فين، أو أنت جبت الفاكهة فين، أو راحت الفاكهة فين. فقال لها أنت الفاكهة يا قمر، حاجة كده. فهي لما قالت له، لما ردت عليه يعني عملت له يعني استاءت من الطريقة، وراحت سايباه وماشية ودخلت، حست شوية إنها يمكن غلطت، فبدأت إيه، تطول في الحمام شوية علشان تبدأ تفصل نفسها وتهدي نفسها. لما طلعت فتح لها موال بقى، وانتي 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 وانتي، ففهمته ان هي طولت في الحمام علشان عندها الدورة، وانه طب وانا مالي بهرموناتك، هرموناتك انت اللي تشيليها، وانا جايه ادلع وانت جايه تردي وي 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 وي. هنا الراجل او الزوج بيبقى قبل ما يتجوز، طبعا الام بتحاول تمانج يعني او تدير الايام اللي بيبقى فيها الدوره الشهريه على اولادها، علشان ده نوع من انواع الستر. والعصبيه والقصه دي بتبقى ماشيه في قاموس الامهات، فهو الولد او البنت او العيال يعني ما بيبقوش عارفين ان ماما عامله كده ايام الدوره، مش مركزين. طيب هو بيبقى بلغ كولد وعارف ان اخته بلغت، بس ما بيلاقيش اخته بتعمل كده. اخته بتبقى ايام الدوره بتبقى بطنها وجعاها، بتعيط من مش عايزه تاخد حقنه، مش عايزه تروح المدرسه. فهو فاهم ان ده الدوره الشهريه، انه شويه وجع وحقن ودكاتره، فطالما مراته ما عندهاش وجع يبقى ما فيش حاجه، يبقى ده كلها هرمونات بتهب علينا. لا، احنا لازم ناخد بالنا بقى من حاجه، انه شكل الدوره الشهريه عند البنات او الستات بتختلف باختلاف المرحله العمريه. فنلاقي من اول البلوغ لغايه منتصف العشرينات كده، ممكن اخر العشرينات كمان، الموضوع بيجي فيزيكال اكتر، بيجي بشكل جسدي. يعني تلاقي البنت مش طايقه جسمها، طبعا بيبقى في وجع في الثدي، بيبقى في انتفاخ في البطن، بيبقى في مشاكل اخراج البراز، بيبقى في وجع في اسفل الظهر، بتبقى في شويه ورمان كده. فتبقى البنوته قاعده في سريرها مكموشه، رايحين جايين عليها بحاجات سخنه وقرفه وبتاع، وطبعا في ناس بتروح حقن ومستشفى وكده. من اول اخر العشرينات بقى لغايه الاربعينات او فوق الاربعينات بشويه بتتقلب نفسي، بتتقلب بهبه، عصبيه، انفعاليه، مش طايقه نفسي، عايزه اتخانق مع دبان وشي، ردودي مستفزه جدا. لدرجه انه طبعا هقول لكم الدرجه دي جت بعد، يعني احنا عارفينها الاول، لدرجه ان في بعض الدول الرأسماليه اللي هي يعني تاكلك كده عشان تديك مرتب، لما بيلاقوا ان الستات وصلوا في هذه المرحله لشيء مرضي احنا بنسميه بريمنسترال ديس اوردر او اضطراب الدوره الشهريه النفسي، يعني بيبداوا يدوهم اجازه مدفوعه الاجر. يقولها اقعدي في بيتك وخدي الفلوس وملكيش دعوه بينا، لان انت لو بتشتغلي في بنك طفنش دي واحد بالملايين، لو بتشتغلي في مضيفه في طيران، لو بتشتغلي في مدرسه، لو هتعملي لنا مشاكل، فخدي فلوسك واقعدي في بيتك. وبتروح هي تكشف وتثبت ان عندها هذا البي ام اس، وتبدا تاخد على اساسه هذا الموضوع. لكن هو الموضوع الحقيقه، ليه بقول لكم ان احنا قبل بقى، احنا قبل الناس دي وارحم من الناس دي بكتير. انه هم لازم يتشخصوا
والتشخيص طبعا ده بتبقى حالات صعبة جدا وبتصل إلى يعني أعراض مرضية فعلا. فده هم محتاجين الشهادة دي من الدكتور ان انا عندي الPMS ده، وبالتالي هقدر اخد ال 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 الاجازة المدفوعة الاجر دي. ولكن في الشرع عندنا بقى لو حصل في هذه الفترة يمين طلاق لا يقع. طب ليه لا يقع؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيبقى عارف إن الراجل خرج عن شعوره، يعني هو ما بيبقاش عايز يطلق، هو قال اليمين ده نتيجة إيه؟ استفزاز الزوجة، نتيجة الرياكشن أو ردود الفعل بتاعتها، فهو يعني رد فعل ليها قال اليمين، لكن هو ما كانش عايز يطلق. فشوفوا بقى الرحمة، احنا اللي محتاجين بقى تروحي للفتوى PMS ولا محتاجين بالكلام ده خالص. انت مجرد انك انت بتقولي له المسؤول او اهل العلم اللي بيبقى موجود اللي هو الدكتور في كذا معين، يعني بيقول لك انت كان عندك الدوره في الفتره دي او ايه مرحله الدوره في الفتره دي، بتقولي له انا كنت في الكذا، بيقول لك لا تقع. فاذا احنا هنا عندنا معلومه ناقصه، لانه الولد ما شافهاش في اخته اللي كانت طبعا في العشرينات قبل ما هو يتجوز وهي تتجوز، ولا هو مدرك انه القصه بتتحول نفسيه، وان دي تصل الى درجه الشرع وتصل الى درجه القانون، انه يسن لها قانون. طيب احنا المفروض نعمل ايه بقى؟ مفروض لما نتجوز طبعا بيبقى عندنا هذه المعلومه، يعني يا ريت ماما تقولها للولد قبل ما يتجوز، تقول له ان مراتك هيحصل لها كذا كذا كذا، وانك تتغير الموضوع بالشكل الفلاني، وانك لازم تبقى حافظ ميعاد الدوره بتاعت مراتك، تبقى عارف انها تالت اسبوع في الشهر، تاني اسبوع في الشهر، وات ايفر بقى، عشان انا ابقى مدرك انها هتعمل ردود افعال انا مش مفروض احاسبها عليها. بالعكس هي بتبقى في الفتره دي محتاجه حد يستحملها، يعني محتاجه احتواء، محتاجه حنيه، محتاجه دعم، محتاجه تقدير، محتاجه ولا يهمك حبيبتي مالك فيك، اعمل لك حاجه سخنه، يا ستي انا فاهم، طبطبه، حضن غير حميمي، محتاجه تحس انها الناس، يعني الناس قبلاها، الناس مش طالبين منها حاجه، ما عليهاش ستريسر، ما عليهاش ضغوط، تعمل اللي تعمله واحنا راضيين. كل ده مجرد انك انت هتبقى عارف ان ده ميعاد الدوره بتاعها، هتبقى عندك القدر ده. طيب افرض نسيت، وطبعا دي وارده جدا، هي هتفكرك تقول لك ده انا خلاص جات لي، او هتجيلي بعد يومين، او انا بقى فاكر المعلومه اللي قالتها لي ماما او عرفتها او سمعتها في الفيديو ده، واقوم عامل اللي مطلوب مني، اللي هو دعم، تفويت، حنيه، تقدير، احتواء، عدم ضغوط. يعني ما اضغطش، يعني حتى الولاد لا طبعا مش هقول لهم مامتكم عندها الدوره، بس يعني العيل ده كذا، تعالى يا بابا انت عايز ايه، مش عارفه ايه، قول لماما كده، طب استنى عليها شويه عشان هي معاها كذا، يعني تبدا هي حتى لو هتقوم تعمل وكل حاجه، بس مجرد انها تحس انك انت فاهم ومقدر، ده شيء مهم جدا 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 في هذا الموضوع. يبقى احنا هنا لازم نبقى عارفين انها مش هرموناتك يا فندم، لا، دي حاجة طبيعية سبحانه وتعالى حصل ان هو فرضها عليها، وان ده امتحان ليها وامتحان ليك. يعني انت هنا بتمتحن لانك مضطر تتجوز ست، وبالتالي مضطر هيبقى عندها القصة دي كل شهر، فهي امتحان لجهادك لنفسك، وامتحانك لصبرك على نفسك، وامتحان لعلاقتكم الزوجية، ان احنا ازاي نقدر نقدر اجسام بعض وهرمونات بعض واحتياجات بعض. يا ريت نكون استفدنا، ويومكم حلو.